مساء الحب والاناناس على احلى ناس. هنعمل النهارده وصفه تحدى اي حد يعملها وما تعجبوش، وعلى فكره اي حد يعرف يعملها لانها سهله جدا والنتيجه حكايه. اول حاجه هيكون معانا صدور دجاج او وراك او فرخه كامله زي اللي انا هعملها كده، وهنقطعها على 8 بالحجم ده عشان تستوي معانا اسرع وما تاخدش وقت كتير. وبعد كده هنبهرها بملح وفلفل فقط، بس اهم حاجه ندعكها في التتبيله كويس من فوق الجلد ومن تحت الجلد، بمعنى اصح هنعمل لها مساج. وبعد كده هنيجي في طاسه وننزل بمعلقه زبده او سمنه، وانا قلت زبده في الاول وبعدين سمنه، هي مش هتفرق كتير بس هتفرق. وهننزل بالدجاج بتاعنا ونديله لون على كل جنب لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده. وبعد كده هنطلعها في طبق على جنب، وننزل في نفس الطاسه ببصله ونقلبها من 3 او 4 دقايق لحد ما تدبل معانا. وفي نص الوقت كده هننزل بمعلقه ثوم صغيره مفرومه او 3 فصوص ثوم لحد ما ريحه الثوم تطلع. ونشيل الطاسة في الخطوة دي ضروري، أو نطفي النار مؤقتا عشان اللي هنحطه ما يتحرقش، اللي هو معلقة كبيرة بابريكا ومعلقة كبيرة دقيق. ونرجع الطاسة تاني بعد ما نقلبهم كويس مع بعض. وبعدين هننزل بمعلقة كبيرة معجون طماطم وكوباية عصير طماطم، وأول ما الطماطم تبقلل كده هننزل بكوباية شوربة أو واحدة مرقة دجاج على كوباية مية سخنة، وعلى طول ننزل بالدجاج. وأول ما تبقلل برضو معانا هندخلها على الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وطبعا هنحط من الصوص فوق الدجاج كده زي ما انتوا هتشوفوا عشان تتحمر معانا كده وتاخد لون حلو. خلاص طلعناها من الفرن، هنشيل بقى الدجاج على جنب وننزل بمعلقة كبيرة من جوز الهند البودر على فنجان مية فترة أو فنجان حليب جوز الهند، أو معلقة كبيرة جبنة كريمي أو علبة زبادي. عايزين بدال تاني ولا كفاية كده؟ وعشان انتوا حبايبي ممكن ننزل كمان بفنجان كريمة طبخ وأي خدمة. خلاص كده نقلب بقى كويس ونرجع الدجاج تاني وبس كده، وهتبقى تحفة مع المكرونة او الرز. دي اذواق، انا بحب الرز اكتر وزي ما تحبوا انتوا كمان. وهابي فالنتين دي، جربوها وبألف هنا مقدما وهتدعولي. وكتر الف شركة. سلام.